طوابير أمام البنك الأهلي وبنك مصر، وأخر موعد لربط الشهادات، وده عن شهادات 23% و17% و21% و20%. اشتري الآن شهادة أم أنتظر؟ كل التفاصيل القادمة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. واللي بيقول لي ما بيجيش إشعار من القناة لانك ما نزلتش اسفل الفيديو دلوقتي، هتلاقي علامة اللايك، اضغط لايك من اسفل الفيديو ويوصلك مننا اشعار بكل فيديوهاتنا القادمة. كمان اسعار الذهب وغيرها وتوقعاتنا كل ده بننزله على القناة، والاشعار بيجيلك ان انت بتضغط لايك من اسفل الفيديو. تعالى بقى بينا بعد اللايك والاشتراك في القناة، تعال نشوف الفيديو الجديد. بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس يوم 20 نوفمبر 2025، واللي كان متوقع فيه مننا في القناة ان بيتم طبعا فيه تثبيت اسعار الفايدة. ودي كانت توقعاتنا. ليه؟ علشان خاطر التخفيضات اللي تم تخفيضها في خلال 2025. البنك المركزي المصري خفض اسعار الفايدة بداية من يوم 1/2025 حتى الآن 6.25%، وكان ده تخفيض كبير بالنسبة لأسعار الفايدة. وطبعا كان التخفيض من البنك المركزي على أسعار الفايدة أدى إلى تخفيض أسعار الفايدة على الشهادات، وخصوصا الشهادات المرتفعة العائد اللي كانت مطروحة في البنك الأهلي وبنك مصر. من أول الشهادات 30% متناقصة العائد السنوية وال26% اللي كانت في البنك الأهلي، وكمان إلغاء الشهادات 27% السنوية لمدة عام واحد، وأيضا 23.5% الشهرية في البنك الأهلي وبنك مصر. وبالأخص إن هم خلاص بداية من شهر واحد إن شاء الله هيتم نزول حسابات كل أصحاب هذه الشهادات وانتهاء هذه الشهادة. وهناك بقى استفسارات: هل يتم إصدار شهادة أخرى أم يتم الوضع على ما هو عليه، يعني الشهادات المتناقصة العائد الموجودة حاليا؟ طب ليه الإقبال على البنك الأهلي وبنك مصر خلال الأيام الماضية وحاليا؟ لأن البنك الأهلي وبنك مصر بعد كل اجتماع البنك المركزي بيبدأ لجان الإلكو بالاجتماعات الداخلية، وهنا بيبتدي إن هي تقرر أسعار الفايدة اللي هتكون على الشهادات اللي عندها، وكل بنك بيصدر شهادة مناسبة ليه، يعني بيشوف الفايدة اللي هتناسبه في البنك بتاعه. وطبعا كنا عارفين ان الشهادات المرتفعة العائد دي كانت مدعومة من البنك المركزي، لكن حاليا البنك المركزي بدأ في تخفيض اسعار الفايدة، وهنا البنك الاهلي وبنك مصر بيشوفوا الوضع المناسب للشهادات بتاعتهم. وطبعا ما ننساش ان اجتماع البنك المركزي في شهر ديسمبر القادم متوقع فيه ان يكون في تخفيض 25 نقطة اساسي، لان الفدرالي الامريكي صرح ان هو يكون في تخفيض في اسعار الفايدة. واذا حدث ان يكون في تخفيض من الفدرالي الامريكي والبنك المركزي المصري ثبت اسعار الفايدة المرة السابقة، هل يتم تغيير اسعار الفايدة وانخفاضها في الاجتماع القادم قبل انتهاء الشهادات السنوية؟ وهل يتم إصدار شهادة لمدة عام واحد مرة أخرى أم يتم الوضع على ما هو عليه؟ كل ده هنشوفه في الفيديو القادم. كل اللي عليك انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا إشعار من القناة. وما تنساش اللايك ده هو اللي يوصلك إشعار من القناة. انزل أسفل الفيديو واضغط لايك واشترك في القناة، وانتظرنا الفيديو القادم هيكون هام جدا.